عارف يا نادر، المشكلة مش في الشغل، المشكلة في إن الشغل بيشتغلنا. يا نهار أبيض، المدير جه بدري النهاردة، هو اتضرب على دماغه ولا إيه؟ صباح الخير يا سامي، الساعة كام دلوقتي؟ على حسب التوقيت الصيفي ولا التوقيت الشتوي؟ على حسب توقيت الشغل اللي بتقبض عليه فلحوس. حضرتك يا فندم اللي جاي بدري. جاي بدري إيه يا أخينا؟ أنت الساعة كام دلوقتي؟ 10 إلا ربع يا فندم. دي مواعيد تيجي فيها؟ يا فندم أصل الطريق كان زحمة، وكنت جاي أهو قبل ما الزحمة ما تخلص. جاي بعد الزحمة مش قبلها؟ صباح الخير يا فندم. هو سامي فعلا كان بيكلمني في الطريق. أصل حصل حادث صغير. حادث ايه؟ حادث نفسي يا فندم. بيني وبين نفسي كنت بحارب نفسي اقوم من السرير، ما شاء الله، وكسبت الحرب، اتعورت بس لسه عايش يا فندم. ده اخر تحذير يا سامي، التأخير اللي بعد كده هيكون خصم. تمام يا فندم، انا من بكرة هاجي قبلك، انا باجي 7:30. طب خلاص يا فندم، هنيجي مع بعض. ادخل يا عبقري، عايز اشوف العبقرية دي هتوصلك لفين النهاردة. إيه اللي بتعمله ده يا سامي؟ بكتب تقرير عن المجهود الوهمي اللي بنبذله يوميا. يا عم اشتغل بجد، المدير راجع بعد شوية. أنا مجهز له مفاجأة يا نادر، هخليه يفتكرني طول عمره. مفاجأة؟ يا خوف تكون مصيبة. مين المسؤول عن التقرير اللي اتبعت فاضي على الإيميل؟ أنا يا فندم، بس ده مش فاضي، ده نسخة صامتة من التقرير. بنجرب فكرة جديدة اسمها الحد الأدنى من الكلام. نسخة صامتة؟ أنت فاكرنا في مهرجان؟ يا فندم، الشركات الكبيرة دلوقتي بتركز على الفكرة مش الورقة. الفكرة إنك تمشي النهاردة من غير خصم، ده هتبقى معجزة. بصراحة يا فندم هو كان شغال بس الجهاز علق، فممكن يكون الإيميل اتبعت غلط. بالظبط يا فندم، التكنولوجيا خانتني بس إن هي كانت شغالة. خلاص، عندك فرصة أخيرة. لو التقرير ما وصلش قبل نهاية اليوم، هتكتب تقرير جديد عن تجربة حياتك في البطالة. عارف يا نادر، المشكلة مش في الشغل، المشكلة في إن الشغل بيشتغلنا. بس المرة دي فعلا أنت السبب. أنا عارف، بس برضه هو اللي بدأ. شايف، حتى اللاب مش راضي يشتغل تحت الضغط. اللي بيجي متأخر بيتعاقب، واللي بيجي بدري بيشتغل شغل اللي اتأخر، فالموضوع خسران من كل الاتجاهات. بس ما تقلقوش، أنا لسه عندي أمل، واللي عنده أمل يجي متأخر شوية.